افرحوا يا بنات يلا وهيصوا، رمضان اهو نور فوانيسه. افرحوا يا بنات يلا وهيصوا، رمضان اهو نور فوانيسه. يا حلاوة التين والقمر الدين وكياس النقل وقراطيسه. افرحوا يا بنات هي هي، هيصوا يا بنات هي هي. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى أسركم وعلى الأمة الإسلامية كلها وعلى كل المصريين. ربنا يا رب كده يجعله شهر خير وسعادة وبركة ورحمة علينا جميعا يا رب. طبعا حبيت كده يعني أدخل عليكم بالأغنية الجميلة دي، لأن دي يعني أغنية من الزمن الجميل بتفكرنا من وإحنا لسه أطفال صغيرين. وعايزه قبل ما ابدا الفيديو طبعا ايه اقول لكم يعني ايه كياس النقل. احنا بنقول ايه حلاوه التين والقمر الدين وكياس النقل وقراطيس. وكياس النقل اللي هي اكياس الفلوس. يعني كان زمان بنعمل اكياس قماش صغيره كده ونعلقها في رقبتنا، وكانت السيدات برضو كده بتعمل كيس قماش وتحطه برضو كده في هدومها. تمام. فكان الاطفال بقى او احنا صغيرين نعمل كيس القماش ده بحيث يعني نلف كده على الجيران، اللي يدينا بقى تعريفه واللي يدينا نكله واللي يدينا قرش وكده يعني، واللي يدينا مليم يعني العملات القديمه يعني. تمام. فدي اكياس اكياس النقل وقراطيسه اهو قرطاس، وكانوا برضو بيحطوا فيه الفلوس. فده للتوضيح اكياس النقل وقراطيسه. حبيت بقى النهارده حبايب قلبي نعمل مع بعض روتين ترتيب الصاله وتعليق زينه رمضان وفرش المفارش بقى الملونه والاجواء الجميله الرمضانيه. طبعا احنا بلدنا الجميله مصر بتتميز بالحاجات الحلوه دي، بالتقاليد كده والعادات التحفه اللي بتدي يعني طاقه ايجابيه وبتدي سعاده وبتحسسكم بجو رمضان. الفوانيس، المخدات الملونه، حبال الزينه، حبال النور، القله الجميله اللي زي دي اهي. شايفين القله؟ يعني حاجات كده جميله بتحطيها في بيتك بتضفي كده جو من السعاده على البيت. وطبعا زي ما انتم شايفين الصاله تضرب تقلب، فبدات بقى اجمع بقى الحاجه كده. المخدات اهي زي ما قلنا الملونه، والحبال والوزات الحلوه ديت اهي، والفوانيس بقى باشكالها بقى هلال وفانوس، والمفارش الملونه، والمدفع مدفع رمضان الجميل ده، والهلال الحلو الخشب ده رمضان يجمعنا. وعندي بقى هنا بقى حاجتي الحلوه. شايفين برضو الهلال الجميل ده يا جماعه، القماش ده يعني حاجات بسم الله ما شاء الله مصر بس اللي بتتميز بيها. وطبعا عندي المروحه من غير الكفر بتاعها اهو، فهنظبطها برضو كده وننضفها ونحط لها الكفر الجميل بتاعها اهو، هيديها برضو رونق رائع. تمام. وهنظبط بقى الوردات الحلوه دي اللي في الارض دي، هنحطها برضو في اماكنها. والمخده الجميله دي يعني كل حاجه ان شاء الله هتتظبط. وعندي بقى حاجتي الجميله اللي هعمل لكم بقى بيها الاصناف الحلوه ان شاء الله في رمضان. عندي القراصيه والمشمشيه، ودول بقى ما اقولكوش احنا بنموت فيها قد ايه انا والبنات. بنخلصهم في يومين وندبس الباشمهندس في انه يجيب لنا تاني، كل ما يخلصوا يجيب لنا تاني المشمشيه والقراصيه. وعندي جوزة الهند والزبيب، وعندي البندق واللوز، وطبعا التمر هندي، وفي جوه برضو كركديه، وزي ما قلنا التين والقمر الدين اهم. اهم حاجه عندي اهو البلح الجميل بتاعي اللي بعمل بيه الخشاف كل يوم. وهنا الترابيزه برضو مبهدله زي ما انتم شايفين كده، عليها الحاجه بقى اللي انا هحطها بقى لسه وهوزعها. المدفع الجميل والهلال والفانوس، وشويه بضاعه بقى من اللي باقيه من اللايف اللي فات كده يعني. فكل ده قبل، استني برضو اوريكم الطرقه ان كل ده هيتظبط.
وهنفرش بقى المشاية الطويلة هنا في الطرقة برضو. هنبدأ بقى نشيل كل الحاجات دي عشان نبدأ بقى التنظيف. هنبدأ الأول إن احنا بقى ايه نحط الحاجة اللي هي بتاعت زينة رمضان دي كلها على جنب. هحطها جوه كده حتى في الأوض عشان أقدر أنضف بسهولة. طبعا أبدأ أشيل المخدات والحبال الزينة وأي رفايع، يعني بفضي المكان بحيث ايه يبقى سهل ان انا اروق واكنس. بحط الحاجة كده على ترابيزة السفرة او الحاجات الكبيرة بدخلها جوه في الاوض، وابدأ بقى ايه امسك التكاوي والشلت بتاعة الانتريه وانفضها وانضف تحتها وارجعها تاني مكانها. واعمل كده بقى في كل الاجزاء طبعا بتاعة الانتريه، الكنبتين والكرسيين. طبعا يا جماعة تنظيف رمضان او العيد ده حاجة تانية خالص، يعني بيدي رونق وبهجة للبيت وبيدخل السعادة كده على القلوب، يعني سواء على يعني قلب زوجك او اولادك او اي ضيوف يجوا عندك في البيت. فالحاجات دي بتدي سعادة يعني جميلة جدا، خاصة بقى لو حطيتي تاتش جديد كده في بيتك، ستارة مثلا جديدة او سجادة او مشاية جديدة او مفارش جديدة كده، او تعلقي برواز جديد. يعني المهم يبقى في اي تاتش كده يحسس الاولاد وزوجك يعني بالتغيير. خلصت يا جماعة دلوقتي كنست الصالة ومسحتها ومسحت الترابيزات وكله مية مية. ابدأ بقى ايه اطلع الحاجة كده من الاكياس. بسم الله. الحاجات دي يا جماعة بتدي رونق وبهجة وفرحة وبتحسسك فعلا برمضان وبتسعد عيالك جدا جدا. انا بقى طبعا عمالة اظبط الاسلاك على اساس السلك طبعا قصير، في كل واحد فيهم السلك قصير، فظبطت كده كذا وصلة علشان ايه اوصل بيهم الحاجة. هنبدأ نفك الزينة، حبال الزينة. الله، ده اول حبل اهو، تاني حبل شخصيات. الحبل واضح ان الحبل يعني سايب الشخصيات، المفروض ايه اركبه. هركبه برضو ما تقلقوش، انا بعرف اعمل كل حاجة. وده حبل فوانيس اهو. لا ده انا شكلي خدت مقلب، ده مفيش حبل اصلا، انا جايباه على انه حبل شخصيات. نتصرف، كل حاجة عندنا وليها حل. هنبدأ بقى نعلق الزينة كده وارجع لكم تاني. شايفين يا حبايبي بقى الزينة بعد ما ركبنا الحبال عاملة ازاي ومكملين مع بعض. هنفرش بقى المفارش كده ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
يعني بصراحة الحاجات دي بتدي منظر للبيت ورونق في منتهى الجمال، تحسسك بجو رمضان. ايه رأيكم نحط الفانوس هنا في النص ولا نخليه كده على جنب ولا ايه؟ والله ما انا عارفة. طب نجرب نحطه هنا كده ونشوف. نكمل فرش المفارش ونحط المخدات، وبرده ايه معايا كده في التكات الاخيرة يعني. ده المفرش بتاع السفرة. شايفين يا جماعة الهلال الخشب الجميل ده؟ ما شاء الله، رمضان يجمعنا. احنا قلنا يا جماعة وضع الفانوس كده يبقى احلى على السفرة، احلى ما هو على ترابيزة الانتريه. ونزوق بقى بالوزات الجميلة دي وعملها ما شاء الله، عساسين قوي قوي الاتنين. بصوا نحط واحدة كده وواحدة كده، والقلة دي برضو عشان ما تزعلش نحطها في النص اهي كده. نحط بقى نص المخدات، خداديات الصغننه الجميله دي. بسم الله ما شاء الله. نحط واحده كده، زمان يا جماعه واحنا صغيرين يعني كنا نتجمع كده ولاد العماره على بنات العماره والعمارات اللي جنبنا، ونجيب بقى الكراريس القديمه والورق بقى اللي ملهوش لازمه، ونقعد بقى بالمقص نقصقصه كده ونعمله اشكال، ونجيب ميه بدقيق يعني عشان كان الصمغ غالي وكده، فكنا نجيب ميه بدقيق ونعملها عجينه كده، ونلزق الورق على الخيط. نجيب الخيط التخين اللي هو كان اسمه ايه، العلاع او حاجه زي كده، ونعمل بقى بيه ايه حبال طويله للزينه اللي زي دي، ونفضل نلزق بقى بين العمارات وبين البلكونات وعلى السلم من تحت وعلى مدخل العماره، وكانت بتبقى فرحه جميله قوي بصراحه. الوقت العادات دي يعني متهيألي قلت يعني، في زواق بس حاجات بسيطه ما عادش زي الاول. نحط بقى بقيه المخدات، ممكن نحط واحده هنا واحده هنا كده، والاتنين دول كده، ودي بقى اللي هي البونبونيره بتاعت الشوكولاته كده عشان لو جه ضيوف، ودي ملهاش لازمه فاحطها تحت. ايه تاني يا حبايبي؟ بسم الله ما شاء الله، بتاعت المناديل اهي حطها هنا مش مهم تبان. بس مروحه اهي لبست الكفر بتاعها، والكوشنات الجميله دي ما شاء الله، شوفوا جمالها حلوه قوي برضو، بتدي رونق كده في الصاله. بس بقى وعندي بقى كل حاجه مضيئه. ايه رايكم بقى يا جماعه في منظر الصاله والفانوس والحبل المضيء؟ شوفوا عملت الاشكال ازاي فوق، دي الشخصيات الرمضانيه لزقتهم فوق كده بدل ما يبقوا حبل، لزقتهم كده بالشمع، مسدس الشمع جنب بعض كده. شايفين الجمع المضيء ده حلو قوي، شكل الباشمهندس كده يعني هيعمل لي مشكله الشهر ده علشان كتر الكهرباء دي، لان كل ده طبعا ايه كهرباء. هنا برضو الطرقه، هفرجكم على المفرش بتاع الجميل بتاعنا ما شاء الله. ده مفرش برضو ايه شخصيات رمضانيه، والمدفع اهو اللذيذ ده ما شاء الله.
فرشنا المشاية في الارض، وظبطنا هنا الدنيا شوية عند شباك المناولة بتاع المطبخ، وفرشنا هنا الطرقة برضو. تمام، كله مية مية. وده يا جماعة الصالة بعد ما خلصناها الحمد لله. ده منظر الصالة بعد ما خلصنا ما شاء الله. لو عجبكم بقى الفيديو ما وثقوش حبايبي، لايك وكومنتات، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد مني. قناتي مش هتكبر الا بيكم. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعله شهر كريم وسعيد ومبارك عليكم جميعا يا رب العالمين. هنشوف بقى الصلاة كده من اولها لاخرها تاني مرة تانية. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين الحلاوة والجمال والإضاءة بقى والأنوار وحاجة، بسم الله ما شاء الله، تحفة يعني. والهلال بالفانوس، والمفارش بقى لما اتفرشت، والمخدات كده الملونة الجميلة دي لما اتحطت، ومخدة بوجي وطمطم. شايفين مخدة بوجي حلوة قوي قوي قوي. والهلال ابو نجمة ده الجميل اللي عمال يسرج ويطفي. ربنا يبارك لكم جميعا، وكل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. ومش عايزة اوصيكم بالله عليكم اللي ما اشتركش في القناة يشترك، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد مني. واللي يتفرج على الفيديوهات ما يبخلش عليا باللايك والكومنتات. ما شاء الله ولا قوة الا بالله. ده منظر السفرة بعد ما اتفرشت، وعليها طبعا الفانوس والوزتين والقلة الجميلة بتاعتنا. اتمنى طبعا ان الفيديو ده يكون يعني اضاف لكم حاجة، او علمكم حاجة، علمكم ازاي تنسقوا الصالة، ازاي ترتبوا الصالة، تحطوا كل حاجة في مكانها، تنسقوا الالوان، تعلقوا حبال النور، تعلقوا الاشكال الرمضانية المختلفة، ترصوا المخدات. وده المدفع الجميل بتاعنا محطوط طبعا على الجزامة اللي في مدخل الشقة. وده بقى الصالة كده من على بعد. وإن شاء الله انتظروني في فيديوهات تانية كتير.